شوف، انا عارف انها فترة صعبة جدا اللي انت فيها دي، وكلنا ممكن بنبص على المستقبل وقلقانين جدا، مش عارفين هنعمل ايه. تحس ان اللي جاي لا قدر الله اسود زي ما بيقولوا كده. سأقول لك سريعا كده على نبي من الانبياء كان المستقبل معاه وصل في مرحلة اصعب من اللي احنا فيه ده بكتير. سيدنا موسى عليه السلام ماشي لقى اتنين بيتخانقوا، فجه يسلك ما بينهم كده، فشد مع واحد فيهم، ضربه ضربة، طب ساكت مات. فأصبح سيدنا موسى مطارد، وأهل الراجل ده بيدوروا عليه عشان يقتلوه. فشوف، مهما كانت ظروفي وظروفك صعبة، عمرها ما هتبقى أصعب من إن في حد بيدور علينا عشان يقتلنا. فسيدنا موسى خلاص وصل لمرحلة إنه لازم يهرب. طلع مش عارف هيروح فين، ولا هيعمل ايه، ولا معاه فلوس، ولا معاه اكل، ولا اي حاجة خالص. تمام. بعد شوية بنلاقي ربنا رزقه بفلوس، وربنا رزقه بشغل، وربنا رزقه بزوجة اتجوز. طيب، ايه اللي عمله سيدنا موسى وممكن ان انا اعمل زيه عشان اوصل لنفس النتائج دي؟ فانا كنت عايز في الريل دي اقول لك ايه اللي هو عمله، بس للاسف محتاج اني اكبر القناة وان الخير ده ينتشر لناس كتير باذن الله. فاستأذنك نروح على القناة ونشوف الفيديو ونعرف سيدنا موسى عمل ايه، لعل وعسى ان احنا نعرف نعمل زيه وربنا يطمنا ونوصل لنفس النتائج دي.